السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم زي ما انتم شايفين ميني بيتزا، اللي هي البيتزا بتاعت الافران. بتتعمل بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا. هي عبارة عن شوية دقيق وشوية مية واي مكونات عندنا. يلا بينا نشوف الطريقة، بس قبل ما نبدأ بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مقادير الصلصة بتاعتنا هي عبارة عن كوبايتين من عصير الطماطم مضروب في الخلاط ومتصفية من القشر ومن البذر، معلقة صغيرة من الثوم، معلقتين من الزيت، أي نوع زيت عندك، زيت زيتون، عباد، ذرة. التوابل بتاعتنا بسيطة جدا، هي الملح والفلفل الأسمر والزعتر. هعمل ايه دلوقتي؟ نحط الحاجات بتاعتنا دي كلها على بعض زي ما انتوا شايفين كده، والزيت، واخدهم على النار، احطهم على النار لحد ما يتسبكوا كويس، كويس قوي. المقادير بتاعتنا هي عبارة عن نص كيلو من الدقيق أو 3 كوبايات ونص من الدقيق، معلقتين كبار من الزيت، دي معلقة كبيرة من الخميرة البيرة، عليها معلقة من السكر، في نص كوباية من المية، ومية طبعا دافية للعجن. دوبت الخميرة زي ما انتوا شايفين لحد ما تفعلت. طبعا انتوا ممكن تستخدموها بالخميرة البيرة. انا هعمل ايه؟ هحط الدقيق بتاعنا، طبعا الدقيق عليه ذرة من من الملح، واحط الخميرة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. طبعا انا هنا زي ما انتوا شايفين كده، انا مش مستخدمه لبن ولا مستخدمه اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت الخميره بتاعتنا، وهبتدي ان انا اعجن. هزود شويه ميه، طبعا مش كتير، حبه حبه زي ما انتوا شايفين. طبعا الافران بتاعتنا مش بتعجن باللبن، بتعجن بميه ودقيق زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا بحاول معاكم ان انا اوفر في المكونات بتاعه العجينه بتاعتنا، وفي نفس الوقت تدينا نفس النتيجه. زي ما انتوا شايفين كده. واحط طبعا معلقتين الزيت قبل ما انساهم. هعمل ايه دلوقتي؟ هعجن لحد ما اوصل لعجينه ملسه. زي ما انتوا شايفين عجنت العجينه بتاعتنا. انا عايزه اوريها لكم، بصوا ملسه خالص اهي. هروح اعملها كده. هعمل ايه تاني؟ هحطها عشان طبعا تخمر. هعمل ايه؟ هغطيها من فوق، بس قبل ما اغطيها هجيب نقطه زيت زي ما انتوا شايفين كده، احطها على ايدي واحطها فين؟ على العجينه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. هسيب العجينه في مكان دافي لحد ما تخمر ويضاعف حجمها، وبعد كده نرجع ان نشكلها مع بعض. زي ما انتوا شايفين العجين بتاعنا خمر ومالي الطبق زي ما انتوا شايفين كده. هعمل ايه؟ هلمه زي ما شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هرش شويه زيت بس في الارض كده. هنجيب نشابه او الفراده او بايديا كده زي ما انتوا عايزين، وهفرد العجين بتاعنا لحد ما اوصل لسمك ان العجين بتاعنا تبقى نص سنتي. بص، عشان العجينه بتاعتنا سر من اسرار المعجنات بتاعتنا ان العجين بتاعنا لازم يخمر كويس زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا هفرد فيها لحد ما احصل على السمك اللي انا عايزاه. زي ما انتوا شايفين انا فردتها، بصوا السمك بتاعها اهو، السمك اللي انا عايزاه. هعمل ايه دلوقتي؟ انا جبت قطاعه زي ما انتوا شايفين كده، لو مش موجوده ممكن بكوبايه عندك، حسب المقاس اللي انت عايزاه. انا بقطعها اهو. طبعا انا دهنه الصينيه بتاعتنا بالزيت. اخد قطعه العجين بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، احطها في الصينيه بتاعتنا. لحد ما املى الصينيه كلها.
دلوقتي زي ما انتوا شايفين قطعنا قطع البيتزا بتاعتنا. هنعمل ايه؟ الصلصه اللي احنا عملناها بعد ما اتسبكت اهي، هاخد منها معلقه صغننه احطها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا قطرها او بتحبوها كتير او قليل ده حسب الذوق بتاعكم، بس انا ولادي معلش بيحبوها كتير شويه كده. زي ما انتوا شايفين انا ما بحطهاش للاخر خالص عشان ما تسيحش مننا. طبعا في الافران ما بيحطوش كميه الصلصه ديت، ده يعتبر بيمسحوها كده، بس احنا هنا في البيت بنعمل الحاجه براحتنا. دلوقتي هنحط ايه عليها؟ طبعا دي حاجه اختياريه ليكم. انا هنا عندي طماطم متقطعه مكعبات صغيره زي ما انتوا شايفين كده، احط عليها فلفل رومي او حراق برضو زي ما بتحبوا، وزيتون من المخلل برضو متقطع مكعبات صغيره. عندكم جبنه عايزين تحطوا جبنه ده برضو زي ما انتوا عايزين، بس انا بعمل لكم اللي بتتعمل في الافران اللي هي الفينو، البيتزا اللي بتبقى قطع صغيره ديت بتبقى شكلها ازاي اهو. دلوقتي زي ما انتوا شايفين انا حطيت الفلفل والطماطم المتقطعه مكعبات صغيره مع الزيتون. طبعا انتوا لو عندكم جبنه موتزاريلا جبنه رومي او زي ما بتحبوا ممكن ترشوا عليها، ممكن تحطوا سجق تونه الحشو اللي يعجبكم، بس انا دلوقتي بعملها باقل حاجه اللي احنا بنجيبها من عند الافران، من افران الفينو اللي هي ايه البيتزا الصغننه خالص ديت اللي ريحتها بتجيب اخر ايه الدنيا. دلوقتي انا هعمل ايه؟ انا مولعه الفرن على درجه حراره 200، هحطها في الرف الوسطاني لحد ما تستوي وتاخد لون ايه من تحت. وادي البيتزا بتاعتنا بعد ما دخلناها الفرن زي ما انتوا شايفين. طبعا هي مش الكميه كلها ديت، دي كذا صينيه. دي اول ما طلعت من الفرن واستوت زي ما انتوا شايفين كده. انا حبيت اوريها لكم، بصوا زي ما انتوا شايفين الحاجه بتاعتها ما وقعتش اهي، ومستويه من تحت. انا عايزه اقطعها لكم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا عامله ازاي، هايشه طبعا وطريه وحلوه قوي وريحتها تجيب لاخر الشارع. طبعا انضف واحلى من الافران بكتير، وحاجه على قد ايدينا معموله بشويه دقيق وشويه ميه زي ما انتوا شايفين، واي خضار عندنا بتكاليف بسيطه جدا ينفع ناخدها معانا الشغل للاولاد في المدارس، نحط لهم كام قطعه لينا احنا نفسنا نتعشى بيها الافطار الصبحيه، حاجه خفيفه وعلى قد ايدينا وعلى قد الاسعار اللي احنا ايه شايفينها الايام ديت. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وبالف هنا.